السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بفيديو يا جماعه هيعجبكم جدا جدا جدا، وقايله لكم رايي فيه بكل صراحه. تمام، بس نكمل الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي انا ده رايي ايه في البانيه بتاع الشركات اللي مالي القالب الدنيا وقالب الفيسبوك، وهقول لك ايه الاوفر ليكي وايه الاحسن ليكي ان انت تعمليه من حيث الطعم والقوام والمضغه بتاعته وقوامه وكل حاجه، كله فيه. تمام كده. بصوا انا عملته النهارده بكل احترافيه، بس هقول لك رايي فيه بكل صراحه. بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ هو حلو وكل حاجه، ما قلناش حاجه، ما فيش مشكله، وهيوفر معاكي كتير. بس في تكه كده هقول لكم عليها، بس كملوا الفيديو لحد الاخر. ولو عجبكم الفيديو النهارده، انا اسمي منى ودي قناتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا بطاطسايه كبيره. طبعا دي احنا عارفين ان البانيه الشركات كل اليوتيوبر عاملينه بالبطاطس المهروسه. خلاص انا عملته زيهم عشان اشوف رايي ايه وطعمه ايه وقوامه ايه، وهيعجبني ولا مش هيعجبني. تمام. هحط البطاطس دي، حطيت لها ميه، هسلقها على النار. عندي هنا نص فرخه، ورك وصدر. تمام، قسمتها بالطول كده علشان تدي بس ايه دسامه كده شويه. خلاص الورك عارفين بيبقى دسم، والصدر بيبقى ناشف مفهوش اي دهون. خلاص كده ده نص فرخه كامله. انا هنضفها خالص من العظم بقى والجلد وكل حاجه، وهفرمها فرمه كويسه. خلاص هفرمه، وده هحتاج معايا هنا بصلايه واحده. خلاص البصل بيدي طعم يا جماعه للاكل. خلاص بالذات في الفراخ. سلقت البطاطس هنا، بس البطاطس زي ما انتم شايفين كده مش بهريها. خلاص ده انا يعني انا شايفاهم بصراحه جايبين البطاطس مفعصه، يعني كلها ميه. لا البطاطس كمان يستحسن اذا هتعمليها بالوصفه بالطريقه دي، تبقى البطاطس تتسلق كامله، حبايه كامله تتسلق كامله زي ما كنا بنعملها زمان ونقشرها. خلاص عشان ميبقاش فيها اي ميه. خلاص انا هشيلها من الميه كده بعد ما اتسلقت، يعني تعتبر بصوا البطاطس بتاعتي جامده، ما تبقاش ميه كده كلها ميه. خلاص هسيبها بقى تتصفى كويس جدا جدا جدا. تمام لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها، واحطها هنا في الحله، وهرسها بقى هرسه كويسه. بس اهم حاجه تهرسي البطاطس هرسه كويسه جدا. طيب انا بقى العيب اللي اكتشفته في البانيه ده يا جماعه، ان هو البانيه ده المفروض ما يتعملش بطاطس مهروسه. ليه؟ لان هو بيبقى طري. البطاطس المهروسه مهما تقعد ومهما تحط لها اي فيجيتار او اي حاجه بتحطيها، يعني حسيت ان هي برضو اللقمه من جوه طريه. البانيه من جوه ما بيبقاش طري، بالعكس البانيه من بره بيبقى مقرمش، ومن جوه بيبقى طري، بس على اساس ان هو بيبقى لحم، مش بيبقى طري كده يعني باضافاته. لا لا، ده طعم وده طعم تاني خالص. تمام. فخلاص انا خلصت هنا. بصوا بشرت البصل في الكبه، ضربته كويس جدا بعد ما ضربت الفراخ، وفرمتها كويس جدا جدا، ودي اهم حاجه برضو، اهم خطوه. خلاص انتوا عارفين طبعا الفراخ بتبقى طريه بعد ما بتتضرب في الكبه، والبصل برضو بيبقى طري. انا حطيته برضو البصل بميته، بس ده ما كانش مأثر فيه خالص. وهنا هضيف البطاطس بعد ما هرستها كويس جدا. تمام شايفين ما فيهاش اي تكتلات خالص، دي برضو خطوه مهمه. خلاص هبتدي بقى دلوقتي احط التوابل بتاعتي. تمام، اهم حاجه برضو التوابل دي اللي بتخلي له الطعم الحلو. دي نص معلقه من الملح. تمام، نص معلقه. حطيت سيكه كده تاني عشان قلت مش هتكفي، عشان يبقى الحط بتاعه كويس، بس اهم حاجه ما تحدقهوش قوي. خلاص نص معلقه من الفلفل الاسود، كله كان حاطط فيه بقسماط او فيجيتار، بس انا ما حطيتش بصراحه. خلاص وهنا دي ربع معلقه او نص معلقه من بهارات مشكله، من بهارات لحمه او بهارات فراخ، بس عشان تديه طعم كده ايه حلو شويه. خلاص هحط بقى بصل بودر وتوم بودر. تمام، وشويه كده من البابريكا. او البابريكا انا فعلا ما حطيتش بابريكا، تمام سوري، علشان خاطر الفراخ الناجتس دي يا جماعه بتبقى اللحم بتاعها لازم يبقى ابيض من جوه. تمام، كانه احنا مش حاطين بقى اي، اذا مش هارسينه اصلا او فرمينه. تمام، متحطلهاش خالص بابريكا، عشان البابريكا هتغير لون اللحم من جوه. في ناس برضو كانوا عاملينه بالبابريكا ما عجبنيش لونه. خلاص حطيت بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، ملح. تمام،
معلقتين ونص من النشا. دول معلقتين ونص من النشا كبار مليانين هرمية كده. بصوا بقى هنا هقلب كل المكونات دي وادمجهم مع بعض كويس جدا جدا جدا، تمام، عشان ميبقاش فيه كتل كده من التوابل، تمام. وعارفين بصل بودر والثوم بودر اول لما بس بينزل على حاجه مبلوله، طبعا كل الحاجات اللي احنا فرمينها دي فيها سوائل، خلاص بيكلكع كده وبيديني كلاكيع كده، مش هيبقى حلو خالص. اهم حاجه ان انت تضربيهم كويس كده كويس جدا مع بعض لحد ما يبقوا كده كتله واحده مع بعض. شايفين بقى يا جماعه بقت حلوة جدا جدا جدا. خلاص كده هنا هبقى هجيب بيضة وعليها شوية من اللبن. بصي بقى هنا زودي اللبن زي ما انت عايزة عشان الكمية اللي انت هتعمليها، كده كده هتمشي معاكي وهتبقى زي الفل. اصلا انا عملت الناجتس ما حطيتلهوش ابدا بيض، خلاص بيبقى زي الفل. وهنا ده الفيجيتار اللي بيتباع بره، تمام، هتلاقيه تخين شوية كده، بتجيبي بتفرميه في الخلاط او تشتريه ناعم زي ده كده. انا ده جايباه خشن وضربته في الكبة بتاعة الخلاط. خلاص هحط الاول في الدقيق واطلع من الدقيق على البيض، تمام، وبعد البيض هحطه على الفيجيتار على طول. خلاص كده زي ما انتوا شايفين، بصوا زي بتاع الشركات بالظبط، بس اهم حاجه يا جماعه الطعم. استنوني فيديو جديد هعمله لكم بقى بطريقه تحفه من الجمال، تمام. طيب فكره النهارده ان البطاطس دي المسلوقه انا ما عجبتنيش، تمام، خالص خالص خالص، ولا عجبت بناتي. خلاص هم مش عايزين حاجه تبقى طبيعيه. يعني انا بشتري كنت الناجتس ده من بره من اي شركه معروفه، ما كانش بيبقى طري كده خالص، هو بيبقى قطع من الفراخ مهروسة، انا ده اللي لاحظته، بس ما بيبقاش طري كده، بيبقى ناشف من جوه. خلاص كده خلصناه زي ما انتوا شايفين كده كله. هنيجي بقى هنا للتحمير. التحمير ده يا جماعة ليه تقنية معينة كده لان البطاطس من جوه طرية. خلاص اهم حاجة لازم تاخدي بالك من التحمير بتاعه عشان خاطر ما يبقاش ني من جوه وهو اصلا البطاطس طرية. خلاص طيب هقلب كده بعد ما ياخد لون هقلب. شايفين كده؟ بصوا مش هطلعه إلا لما الحته اللي في النص دي، شايفين الحته اللي في النص دي يا جماعه، دي غيرت لونها. شايفين هنا لما بقلب، تمام. بصوا هنا هوريكم هتبان هنا اكتر، هشاور لكم عليها كده. بصوا الحتت اللي في النص دي اللي انتوا شايفينها دي اللي بتبقى مش واخده لون كده. لازم اللون بتاع الناجتس ده يبقى كله لون واحد. خلاص طلع مقرمش من بره والفيجيتار ده حلو جدا، جربوه. وكمان الميزه فيه ان هو مش بيخلي الزيت يغمق بسرعه، خلاص على عكس البقسماط. البقسماط كنا بنجيبه بيخلي الزيت يتحرق بسرعه، خلاص عشان بيبقى فيه نسبه كبيره من الدقيق الابيض. خلاص كده بجيب بقى السندوتشات بتاعتي واحشيها زي ما انا عايزه. حطيت فيها هنا كاتشب ومايونيز، تمام، بتحطيه كده. بصراحه طعم السندوتشات كان تحفه من الجمال، بس هي التكه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه اللي هو انه كان طري. خلاص والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.